علموا أولادكم حب الله قبل الخوف منه. علموهم أن العطاء والإنسانية لا يحتاجان لمحاضرات ولا لأسباب. علموهم أن الإنسانية فوق أي شيء، وأن التسامح قوة لك لا ضعفا يتسرب إليك. السلام عليكم البنات، واش راكم دايرين؟ من اخر فيديو كنت معاكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبالف خير، وربي يفتح ابواب الهنا والسعاده علينا وعليكم. فيديو اليوم راح يكون سبيسيال لانه دخل الزوج تاعي معايا للكوزينه وحب يساعدني، وكيتعود افير مشويات، هذا من اختصاصه. وعلى هذا جبت لكم هذه الوصفه الجميله والسهله، يعني نقدروا حتى نديروها في شهر رمضان، يعني في السحور تكون خفيفه ومليحه. نبداو على بركه الله. كما تشوفوا الطبق تاعنا حضرناه، هذا واجد يعني في اخر المطاف. هذا هو الطبق اللي تحصلنا عليه لي بروشات تاع سكالوب، يكون مرحي ومداوي بطريقه جميله جدا. وهنا نبداو على بركه الله بالمقادير. المقادير تاعنا هنايا كما قلت لكم حاجه متواجده في المطابخ كله، في لي كويزين كل، اللي هي عندي لهنا كميه من سكالوب اللي يكون مرحي. لهنا رحيتو، تحبي تجيبيه مرحي من عند البوشغي ولا تجيبيه وترحيه في الدار. عندي لهنايا الفلفل الانواع، تقدري ديري الاخضر، تقدري ديري الاحمر، الاصفر، يعني تنوعي لهنا في كما قلت لكم في الالوان. التوابل هنا عندنا الفلفل الابيض، الزنجبيل، الملح، راس الحانوت والكركم. وعندنا هنا كميه من المعدنوس اللي كنت قطعتها بالطريقه هذه، يعني يكون عندي اللون الاخضر. هنا عندي هادو المطارق تاع الشوا ولا عواد تاع الشوا اللي نبلاصيو عليهم لي بروشات تاعنا. هنايا نروحوا بالطريقه هذه. واش راح اول حاجه واول خطوه نديروها، راح نقصوا البصله تاعنا ونقصوا الفلفل تاعنا، كلشي نقصوه في الروبو كما تشوفوا بالطريقه هذه. نقصوا كلشي ونخليوه نرحيوه، بصح حنايا ملاحظه حباباتي لهنا ما نرحيوهاش خلاص، نخليوها قطع صغيره باينه. والغرض من هذا باش تعطينا المنظر هذاك اللي حابينه تاع لي كولور في لي بروشات تاعنا. وانا كما تشوفوا لهنا راح نحضر المكونات كامله. حنخلط الخلطه تاعي، ندير لافارس تاعي، ندير كل شيء نوجدو، وتعود افير شوا. كما قلت لكم الزوج تاعي هو اللي هنا اللي راح يكمل المشوار تاع هذا البلا هذا. واكيد هنا راح تشوفوه معايا في العديد من يعني الاطباق اللي تكون فيها كما قلت لكم افير شوا. وهذا الطبق ولا هاد لي بروشيت هادو تقدري ديريهم حتى في سحور رمضان. حنا كنا نديروهم نوجدوهم عند القعده، ويعني في الليل نبداو غير جوست نشويو ونسحروا بهم، يكونوا خفاف وينفعوك يعني نهار كامل، يشدولك الجوع ولا الصيام تاعك. وهنا حنعطيكم ملاحظه، كي نرحيو كل شيء هنا ونرحيوه حيطلق لنا شويه ماء. هنا ما فيهاش يعني معليش تزيدي شويه شابليغ، يعني الخبز المرحي اليابس المرحي، تقدري تزيدي شويه باش تشربي هذاك الماء وتصلح لك يعني ويحكموا لك البروشات تاعك على العواد تاع الشوا. وزيدي تحطيهم شويه يركحوا لك. هنا راح تشد روحها مليح لافارس تاعك وتجيوك لي بروشات رايعين خفاف كما قلت لكم في الشكل وفي الذوق وفي كلش. هنا بعد ما وجدنا المكونات تاعنا كامل، حنصبوا كل شيء على بعضه ونخلطوا كل شيء على بعضه ونبداو نخلطوا. شوفوا هذاك المنظر، يعني الالوان هنايا الاحمر الاخضر، نحطوا التوابل تاعنا كل شيء على بعضه. هنايا انا المعدنوس كنت يعني قطعته ولازم نزيدو نرحيوه، نعقبولو يعني على الرحى حاجه خفيفه هنا باش يبقى لنا كما قلت لكم بطريقه برك نشوفوه باللون تاعو في لي بروشات تاعنا. هنايا حنخلط كل شيء على بعضه ونوجد لافارس تاعي نخليها تركح لي شويه، نلوح عليها شويه شابلو كما قلت لكم باش نتشربوا هذاك الماء اللي طلقته لنا برك البصله. وتقدري يعني ترحي البصله وحدها وتقطريها وتخدمي لافارس تاعك، يعني لك الاختيار هنا في طريقه العمل. هنا وجدنا كل شيء، خلطنا كل شيء، لافارس تاعنا واجده بالوانها بالتوابل تاعها، الترقيده تاعها حنخليوها تقعد لنا شويه لو طون اللي نوجدوا السنيوه اللي نحطوا عليها الالومنيوم، نطليو عليها شويه زيت، نوجدوا العواد تاعنا. ولهنا يدخل الزوج تاعي باش يعمر العواد تاع الشوا، نعمروهم كامل نوجدوهم. وهنا بقاو لنا طبقات، يعني بقات لنا كميه قليله. حاولنا نعطيكم نظره اخرى انك ديريهم طبقات، تعقبيهم يعني تحطي عليهم شويه شابلور من فوق ومن تحت، وتبداي تشويهم يعني طبقات. اللي ما عندهاش العواد الشوا ولا ما تحبش دير الطريقه تاع لي بروشات، تقدري ديري على شكل طبقات. قلت لكم لهنا هاد الوصفه هذه يعني تستاهل انها ديريها سحور خفيف رمضان ان شاء الله لحينا ربي. وبالطريقه هذه نهزو زوج عواد كما تشوفوا هكا ونبداو نعمروا بهم.
الخليط المتواجد عندنا اللي كونا وخلينا ركحنا شويه ونطمو مليح بيدينا كما تشوفوا الزوج تاعي هكا يدير يحل يعني هكا ويحط العود ومن بعد يبدا يمسك بيديه مليح باش لا فارس تاعنا تحكملنا في العواد وتجينا شاده روحها. هنا بالطريقه هذه راح نكملوا العواد تاعنا كامله. وهنا مستحسن كما قلت لكم تستعملوا زوج باش يهزوا هذيك الكميه اللي تهزيها تاع لا فارس تاعك. انا كما تشوفوا في الوصفه تاعي هذه استعملت بولي هاشي ولا سكالوب المرحي. انك انت تقدري تستعملي اللحم المرحي الفيونداشي هنا تقدري تستعمليه بهذه الطريقه تاني انت والمقدور تاعك كما يقولوا هنا جيد من الموجود. هنا كما تشوفوا الطبقات درتها عليها حطيتها في البلا حطيت عليها شويه شابلي بازي تنشف لي مليح. هنا الكميه اللي بقات لي برك درتها هكا. لي بروشيت تاعي نخليهم شويه يركحوا لي باش يجملوا مليح. وهنا كما تشوفوا كملنا ما بقى غير نروحوا نحطوا الطاجين تاعنا. هنا حطينا الطاجين نطيبوا عليه التريده وبدينا نشويو عليه. هنا حبيت نوع لكم في الحوايج ولا الالات تاع الشوا. هنايا عندنا الات تاع الشوا متنوعه. حبيت نعطي لكم طريقه تاع الطاجين تاع الحديد. هنا تاني الشوا عليه يجي رايع بزاف بزاف. كما تشوفوا هنا بدا الزوج تاعي يشوي يعني حطينا الطبقات الاولين هادو شوفوا اللون تاعهم. ولهنا حطينا لهم جوست برك قطيره زيت هنا على الطاجين كامل باش يعطينا هذاك اللون المحمر. هنا كملنا الطبقات تاعنا هادو كما تشوفوا اللون تاعهم كيفاه جا رايع يشهي. وصدقوني الذوق جا قمه. هنا احنا كما قلت لكم احنا في افراد العائله قلال بصح الكميه اللي درناها هذه كليناها كامل كان عشانا يعني. وان شاء الله احنا كنا هذه الوصفه هذه ديما كما قلت لكم ديروها في سحور رمضان. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها. وصدقوني هاد لي بروشيت هادو بنان بزاف بزاف وفيهم فوائد كثيره. هنايا في الاخير ما بقى لي نقول لكم السلام اخواتي، الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفه جديده. الى الملتقى. هناك صمت يقول كل شيء وهناك كلام لا يقول أي شيء. فاعرف متى تصمت ومتى تتكلم. سلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط أو نفشل. سلاما للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه.